ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ اتمنى انه يكون كله في السنتراكس. مش عارف، حاسس ان شكلي وسيم النهارده، بس انا كنت جاي اقول ان انا مش مبسوط لاني للاسف بقيت شاب عشريني، ودي حاجه مزعلاني جدا ومخلياني مجروح، لان انا حاسس ان انا خلاص مراهقتي قربت تخلص وبقيت داخل في ازمه ربع العمر. مش عارف يعني. الحمد لله. بمناسبة إن أنا مجروح، فأنا النهارده جاي أحكي لك عن أول حب حقيقي في حياتي، وإزاي الحاجة تُقف في إيدك وهي أصلًا مش بتاعتك. المهم، لو مكمّر كيس شيبسي كده في حتة، لو معاك كيس إندومي تحت المخدة طلّعه، عشان فيديو النهارده يعني لازم تشوفه. أنت قاعد فاضي كده وما وراكش حاجة تحت البطانية، علشان هيبقى فيديو حلو أوي. حياتي قبل سُهى كانت حياة خالية من المشاعر إطلاقًا، لإن أنا 9 سنين بتوع ابتدائي وإعدادي كنت في مدرسة الكرنك اللي هنا اللي في الشارع اللي ورايا. المهم إن المدرسة كانت ولاد وبنات، بس أنا ما كنتش باتعامل مع بنات خالص. عارف أنت شلة العيال الجامدة وشلة العيال اللي هم المتخلفين، أنا كنت في النُص، يعني أنا كنت ما بين دُولة وما بين دُولة. فأنا أصلًا ما كنتش باتعامل مع بنات، كان كل تعاملي مع صحابي الولاد اللي كانوا في الفصل وخلاص. لمّا بقى خلّصت ابتدائي وإعدادي ودخلت ثانوي، دخلت مدرسة أحمد لطفي، فهي أصلًا كانت مدرسة عسكرية وكانت بنين، فأنا ما كانش في أي وسيلة خالص إن أنا أتعامل مع بنات. يعني كانت حياتي ماشية إن أنا باروح المدرسة وأرجع من المدرسة لو عندي دروس أو حاجة، وبعد كده باخلّص الدروس دي، ولو عندي تمرين في اليوم ده باروح، لإن أنا في الفترة دي كنت بالعب في ناشئين المحاميين. ففي الفترة دي يعني كنت أنا ماشي كويس. دخلنا في شهر 12، كنت خلاص ابتديت أصلًا في تالتة ثانوي، دخلنا في 2022 وكانت الدنيا ماشية طبيعي جدًا لحد شهر 2. شهر 2 ده أنا اتعرّفت فيه على بنت اسمها منى. منى دي كانت بتبيع زي سلاسل وإكسسوارات وحاجات، فأنا كنت عايز أتعرّف عليها، كنت عايز أتعرّف عليها أوي. قُمت عامل إيه، قُمت داخل طلبت منها سلسلتين وخاتم أو مش فاكر، حاجة زي كده، وطلبت منها الحاجات دي علشان بس أتعرّف عليها. أنا طبعي عِشري أوي في التعامل أو باتعامل على طبيعتي أوي، فخدنا على بعض الصراحة وبقينا أصحاب. بعد فترة أُعجبت بيها الصراحة، لإن أنا أصلًا كنت معجب بيها، فابتديت إن أنا أحبها. دخلنا على شهر 3 وابتدت تحصل بيننا مشاكل، فعلى شهر 4 يعني كنا بعدنا عن بعض، أنا ما كلمتهاش تاني. المهم إن قبل نُص 4 بقى ده حاجة تانية خالص، ده أكني ما حكيتوش أصلًا. وفي نُص 4 لحد وقت تسجيل الفيديو ده، ده بقى حاجة تانية بقى، فركّز بقى عشان ده بقى حاجة تانية خالص أصلًا. جينا يوم 16/4، كان يوم ماتش الأهلي والرجاء. أنا كنت على عادتي باقعد في أوضة المنتزه 2 على أول الشارع هنا، فأنا كنت قاعد مع الأوجيز بتوعي اللي هم مين بقى، أبو الدهب، تاحة، هشام معزة، محمد كوكو، شلة الشارع يعني اللي أنا باقعد معاها عمومًا. بين الشوطين كده نزلنا جبنا أكل، فأبو الدهب قام قايل لي ده أنا نسيت أقول لك يا اسطى، في واحد صاحبي عامل حفلة، فيا اسطى تعالَ معايا عشان أنا مش عايز أروح لوحدي. فقُلت له: "يا اسطى أنت عارف إن أنا مش جوّي يعني إن أنا أروح حفلات وهتختلط بناس." حاجة يعني ممكن ما يكونش حد يعرفها، إن أنا في الزحمة وما باعرفش أتكلّم مع حد أو باتوتّر كمان. فأنا بالنسبة لي إن الموضوع إن أنا أروح حفلة وفيها ناس وبتاع، فده بالنسبة لي ده كابوس. قال لي: "لأ، لا، لأ، تعالَ بس معايا عشان أنا أصلًا مش عايز أروح لوحدي." فقُلت له: "خلاص إمتى؟" قال لي: "إحنا بُكرة هنتحرّك الساعة 09:00، الحفلة الساعة 10:00." هي مش حفلة، هم كانوا حاجزين زي roof عادي جدًا في وسط البلد، ويعني زي open buffet وفي ترابيزة وأنت بتاخد الأكل ومثلًا بتروح تقعد. المهم إن أنا في التجمعات عمومًا أنا باخد جنب وباقعد لوحدي كده، باحط الheadphone ومع حالي أصلًا. لو الدنيا ولعت في أي حتة أنا ما ليش دعوة. أنا خدت الأكل بتاعي وقعدت بعيد، كانت ترابيزة كده وحواليها كراسي، وخدت الأكل يعني بتاعي اللي هو كان عبارة عن ساندوتش برجر وشوية بطاطس أصلًا، ورُحت أصلًا قعدت بعيد على جنب، وحطيت السماعة وشغّلت المسلسل اللي أنا باتفرج عليه. ساعتها كنت باتفرج على كرتون Ultimate Spider-Man، ده للعلم ده مسلسلي المفضل. أنا كنت قاعد باتفرج وسرحان مركّز مع المسلسل، فلقيت بنت جات جنبي ولقيتها بتكلمني، فأنا أنا أصلًا مش سامع، فقُلت لها روحي اسألي أي حد تاني، لإن أنا أصلًا ما باعرفش أتعامل مع بنات. قُمت حاطط السماعة تاني، فلقيتها بتكلمني تاني، فقُمت قالعة السماعة كده قُلت لها: "هو أنتِ بتكلميني أنا؟" فقالت لي: "أنا أول مرة أشوف حد بيتفرج على كرتون لSpider Man يعني." فقُلت لها: "حاجة عادية يعني مش حاجة وحشة يعني، لو عايزة على فكرة موسم ممكن أدّيه لِك." فقالت لي: "بجد؟" "ماشي ممكن أشوفه." كنت هالبس السماعة فقامت قايلة لي: "أنا سُهى."
المهم إن سُهى بنت عادية جدًا، بشرتها سمرا، محجبة، طولها يتراوح بين ال155 وال160 سنتي، ملامحها عادية جدًا، عارف أنت نوع الملامح من كتر ما هو هادي وحلو أصلًا يعجبك ده، هي كانت كده. المهم إن إحنا قعدنا نحكي شوية وعرفت إن سُهى ساكنة في منطقة اسمها بين السرايات، وبين السرايات دي منطقة يعني ناحية البحوث أو الدقي أو حاجة زي كده، فكان في جماعة أصحابها كده ندهوا عليها وهي راحت لهم، وأنا قعدت كمّلت المسلسل خلاص. مرّة واحدة بعد لمّا هي مشيت لقيت أبو الدهب جاي بيجري عليّا كده مرّة واحدة بيقول لي: "مين اللي كانت قاعدة معاك دي يا اسطى؟" فقُلت له: "ما أعرفش واحدة كده بتقول إن اسمها سُهى يعني." قال لي: "طب وإيه الدنيا؟" قُلت له: "يعني مش عارف ما حصلش حاجة أصلًا، وبعدين يعني أنا مش هاشوفها تاني خلاص إحنا ماشيين." فقال لي: "طب يالّا، يالّا عشان إيه الساعة داخلة على 12:00 وعايزين نلحق المترو." قُلت له: "طب يالّا." المهم فات 3 أيام كنت قاعد بالعب لعبة Spider Man Shattered Dimension، كان في level رخم أوي ما كنتش عارف أعدّيه الصراحة، فخرجت من اللعبة وقاعد على الفيس، وأنا قاعد ألاقي لك مرّة واحدة friend request جالي، مين باعت لي add؟ واحدة اسمها سُهى سمير، بصيت في الaccount كده لأ دي سُهى، دي سُهى اللي كانت لسه معايا أول امبارح، قبلت الfriend request ويا ريتني ما عملت كده، يا ريتني ما عملت كده، ليه بقى يا ريتني ما عملت كده؟ هاحكي لك، بس يا ريتني ما عملت كده، أنا أصلًا ما اترددتش، قبلت الfriend request على طول، بعد كده قامت هي عاملة comment أنا قمت عامل لها reply، قامت هي عاملة لي reply، قمت داخل مكلمها ويا ريتني ما عملت كده برضه، يا ريتني ما عملت كده، فضلنا نتكلم لحد الساعة 6، 7 الصبح كده، صحيت تاني يوم نزلت كان ساعتها ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد اللي ليفربول كسبت فيه 5-0، لقيت مين كان هشام معزة وأبو الدهب قاعدين، رُحت نزلت قعدت معاهم، فواحنا قاعدين كده ما بين الشوطين برضه، رُحت قايل لأبو الدهب: "شُفت مين يا اسطى بعت لي ad امبارح واتكلمنا وبتاع؟" قال لي: "مين؟" قُلت له: "سُهى." قال لي: "سُهى؟" قال لي: "مش دي بتاعة الحفلة؟" قُلت له: "أيوه." المهم إن محمد كوكو جه ساعتها قال لي: "يا اسطى الموضوع ده مش تمام وفي حاجة غلط." فقُلت له: "ليه يا عم بس دي شكلها تحلو وهنحب." لقيت أبو الدهب قام ناطط كده في الكلام وجاي بيقول لي: "بُص يا ابن الناس الموضوع ده فيه حاجة غلط، وطالما أنا قُلت لك إن الموضوع ده مش تمام يبقى هو مش تمام، بس إيه براحتك." المهم إن تحا كان قاعد على جنب كده شوية في آخر القهوة، فبيقول لي: "يا ابني حُب إيه ومحن إيه اللي أنت بتتكلم فيه؟ ده أنت حاسب لي على الشاي، وبعدين بقى لمّا تسيبك تيجي هات لنا على القهوة." فلقيت محمد كوكو بيقول لي: "سيبك منه أنت عارف يا اسطى إن هو على طول عايش أبيض وأسود وبتاع، سيبك منه أنت خالص وركّز معايا أنا." قال لي: "بُص يا اسطى إحنا أهو وأنت أهو الموضوع ده مش تمام، بس جرّب يمكن يا عم إحنا غلط وأنت تطلع في الآخر صح، لكن أنا باقول لك أهو الموضوع ده فيه حاجة غلط والموضوع ده مش تمام." روّحت وبتاع وفضلت أكلم سُهى، تقريبًا كنا بنتكلم كل يوم أصلًا لحد الساعة 6، 7 الصبح كده. المهم إن إحنا اتفقنا إن إحنا نتقابل يوم 23 إبريل، قبلها بيوم كان ماتش الأهلي والرجاء بتاع العودة، فأنا أصلًا كنت في اليوم ده سهران في القهوة لإن الماتش كان الساعة 02:00، فالمهم إن أنا عزمت الشباب كلها بقى اللي عايز قهوة واللي عايز شاي واللي مش عايز إيه، فلقيت الواد هشام معزة بيقول لي كده بهزار بيقول لي: "أنت لو هتخلّيك مبسوط كده وتعزمني أقابلها كل يوم يا باشا ما عنديش مشكلة، هادّيك فلوس وتروح تقابلها بس لو هتعزمنا وبتاع." المهم الماتش خلص وماشي، ألاقي لك مين في وشي، واحد صاحبي اسمه إيه، صبرا، فقال لي: "عرفت كده يا اسطى من الواد كوكو إن أنت رايح تقابل بكرة وبتاع، إيه الدنيا؟" فقُلت له: "يا اسطى الواد ده ما بيتبلش في بُقّه فولة." على طول فاضحني، قال لي: "آه يا اسطى بس يعني خُد بالك." قُلت له: "ليه يا اسطى هو أنت تقول لي خُد بالك وهُم يقولوا لي خُد بالك، هو في إيه بالضبط؟" فيقول لي: "لأ خُد بالك بس عشان أخوك لسه قفاه معلِّم." وبيعمل لي كده وبتاع، قال لي: "خُد بالك بس عشان إيه، عشان الحاجات دي إيه لو ما ضبطتش هيطلع عينك، وزي ما قُلت لك أخوك لسه قفاه معلِّم." وبتاع، فقُلت له: "أنت عايز حاجة؟" قال لي: "لأ يا عم بس خُد بالك برضه." قُلت له: "أنت إيه يا عم خلاص بقى في إيه؟" قال لي: "لا، لا، لا بس بارسّيك." طلعت البيت، فالمهم دخلت مع حمد ديسكورد بيقول لي: "إيه يا اسطى خلاص نازل تقابل بكرة وبتاع؟" فقُلت له: "آه يا اسطى مبسوط." قال لي: "حقك يا عم بس يا اسطى ما تدّيش الأمان أوي." المهم قفلت معاه ورُحت كلمت سُهى، المهم إن إحنا اتفقنا إن إحنا هنتقابل في محطة البحوث الساعة 12:00 وهنروح فين الله أعلم. المهم يعني إن إحنا اتقابلنا وكان يوم جميل يعني كان يوم حلو، بعد كده اتقابلنا مرة، في التانية، في التالتة، وكانت الدنيا ماشية كويس. المهم لحد لمّا في يوم جات سُهى وإحنا بنتكلم كده عشوائيًا قامت قايلة لي إن أنا باحبك، اللي هو يوه أخيرًا قُلتيها، يوه وفضل معاها حسن شحاتة وحسيت إن الأوضة كلها فراشات وقلوب وبُص الكفر ده زرّع، ويا ريتني ما عملت كده، يعني أنا يا ريتني برضه ما عملت كده. المهم أول شهرين كانوا كويسين، جينا بقى في الشهر التالت بقى ابتدت تحصل مشاكل، وابتدت إن إحنا نفضل نسيب بعض ونرجع، نفضل نسيب بعض ونرجع، نسيب بعض ونرجع، وهكذا، لحد لمّا في مرّة سُهى اتقطعت أخبارها خالص. وأنا بقى في الفترة دي كنت بجد هاتجنن، شهر 8 وشهر 9 خلصوا وسُهى ما كانش ليها أي أثر، المهم إن أنا بعد شهرين سُهى ظهرت، ولكن ظهرت ظهور أنا ما كنتش حابه الحقيقة، لإن وأنا قاعد باقلِّب لقيت سُهى عاملة mention لحد، والحد ده كان اسمه أدهم. المهم إن أدهم شاب روِش، يعني عنده ما بين ال22 و23 سنة. المهم الموضوع ده خلّاني أصلًا أخُش في أسوأ فترة في حياتي. المهم إن إحنا كنا دخلنا في 2023 خلاص، في الفترة دي اتعرّفت على بنت اسمها ريم،
واتكلمنا واتعرّفنا ولسه صحاب لحد النهارده للعلم، وهي أكيد بتشوف الفيديو ده. المهم وصلنا لنُص 2022 وكان الترم لسه بادئ، وأنا كنت بانزل في الفترة دي الجامعة كتير. في يوم كنت راجع من الجامعة وكنت قاعد في محطة السادات، مرّة واحدة وأنا قاعد حاطط الهيدفون كعادتي يعني، المهم ألاقي لك حد بيجري واقف قدّامي يقول لي: "يا مُعز إزيك؟" ألاقي لك مين يا عم؟ ألاقي لك سُهى. أنا اتصدمت لدرجة إن التليفون كان هيقع أصلًا من كتر الصدمة. حكينا، أنتِ عاملة إيه في دنيتِك، أنت عامل إيه في دنيتك، والله أنا كويس، والله أنتِ تمام. عرفت منها إن هي سابت أدهم، فطلبت منها إن أنا أعزمها على الغدا، فهي وافقت الصراحة. قعدنا وكلنا مع بعض، خلّصنا يومنا وكنا مروّحين ساعة المغرب كده، كنا مروّحين يعني وقفنا على شريط المترو كده في المحطة. فقُلت لها يعني بس أنا عايز أسألِك سؤال، قُلت لها: "هو إحنا ليه يا سُهى ما خدناش فرصة من أول مرّة، رغم إن إحنا كان ممكن نفضل مع بعض طول السنتين دُولة؟" فقامت سُهى ردّ عليّا وقامت قايلة لي، قالت لي: "أنا لو كنت اديتك فرصة من أول مرّة كنت هتفتكر إن الحياة سهلة، والحياة مش كده." فقُلت لها: "عندِك حق." والمترو جاي خلاص، أصلًا المترو كان عند المحطة، فأنا قُلت لها: "يعني إحنا ممكن ناخد فرصة تانية." فقامت قايلة لي وهي بتضحك كده: "وليه لأ، ممكن ناخد فرصة تانية." ركبت المترو وروّحت، ومن ساعتها ما شُفتش سُهى تاني، ولا أعرف حاجة عن سُهى تاني لحد النهارده. وبس يا عم، دي كانت حكايتي مع سُهى. المهم يا ريت تعملوا لي subscribe عشان أنا باتكسف أطلب منكم، ويا ريت تعملوا لي follow على الإنستجرام عشان account الإنستجرام بتاعي مهجور. وبس، أشوفكم في فيديوهات تانية، سلام.